يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بكل الأحبة في شهر الصيام والسلام والمحبة. رمضان رمضان رمضان، هل هلالك جيت نورت في كل مكان. رمضان رمضان رمضان، شهر الخير والقرآن والأحسان. ودايما يا أهلا بكل الشعوب في مصر اللي سحرة جميع القلوب، وفيها لا يمكنها تشعر بغربة. يا أهلا وسهلا بكل الأحبة. رمضان رمضان يا رمضان، شهر مبارك مش عايزينه يعدي أوقات. رمضان رمضان رمضان، شهر كريم وبنستناه من عام للعام. فرصة بتيجي مع رمضان، نبدأ صفحة صوم وعبادة ليل ويا نهار. رمضان على طول مشهور بزبادي وفول على السحور، وخشاف وتمر ساعة الفطار. رمضان رمضان رمضان، هل هلالك جيت نورت في كل مكان. هنتكلم عن شارع المعز. قلنا ده اكبر شارع الاثار الاسلاميه في العالم، بيحتوي على اكثر من 230 اثر مختلف من عصور الدوله الفاطميه البدايه، ثم العصر الايوبي فالمماليك والعثمانيين محمد علي. بيمتد جنوب من بوابه المتولي لبوابه زويله الى بوابه الفتوح او نصر شمالا. بيقسموا نصين شارع الازهر الذي بيختطه البارون انبان. احنا عارفين شارع الاثار العظيم الموجوده عندنا اثارنا فاطميه وايوبيه مماليك وعثمانيين وغيرها. الدوله الفاطميه التي عاشت في مصر ما يكثر من 208 سنه ارتبط بها المصريين الكنافه والقطايف وفانوس رمضان وعروسه المولد. كل هذه المظاهر ارتبطت بعصر الفاطمي في مصر. مظاهر هذا المكان احتفال بقدوم رمضان، ودي كان من الاحتفالات العظيمه جدا عند الناس. كان قاضي القضاه بيستطلع الهلال، وغالبا من مأذنه السلطان قلاوون، لان المأذنه كان يطلع فوق هنا فوق ويستطلع الهلال ويشوفه، وبعد كده بيعلن للناس او يبعث المنادين في كل ربوع المنصوره المعموره كامله ليبلغوا الناس ان بقدوم رمضان او تاخيره الى اليوم الذي بعده وغيره، او في نهايه رمضان قدوم العيد وغيره. كان الاحتفالات تبدا وتمتلئ الشوارع بالزينات وغيرها، وكان السلطان يجب ان يكون مع الناس ومعه قاضي القضاه ومسؤول الافتاء وغيرها وكبار العلماء وكبار التجار، لانهم كانوا يشتركوا جميعا في مد الاسمطه. حتى ان قال ان كانوا بياخدوا الناس عنوه في الافطار عند الملك او عند السلطان او عند الناس الكبراء في هذا المكان. وكان يقال كمان بعد ما بينتهي السلاطين من الطعام والفقراء من الطعام كانوا بياخدوا معاهم ما يكفيهم الى بيوتهم، حتى بياخدوا اطعمه وكذلك للبيوت، لان كان الخير كثير جدا في بلاد الاسلام. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. رميتي من أبو ظبي، ورمضان مبارك، والله يعود عليكم إن شاء الله كل سنة وكل حول. ونحن نبغى نقول لكم كيف رمضاننا نحن في أبو ظبي. نحن رمضاننا في أبو ظبي نجتمع كلنا يوميا، والأكل يبدأ بعد الصلاة طبعا. من أحلى أكلاتنا في أبو ظبي هي الهريس في رمضان المعتمدة في كل بيت. طبعا احنا حبنا للشعب الإماراتي واللي جمهورية مصر العربية حب نعرفه ونولدنا عليه من حياة زايد. زايد علمنا حب مصر، علمنا أشياء وايدة من مصر وينا زرناها في أيام زايد والحين. طبعا حبنا لمصر ما نقدر يعني كيف أقول لكم،
نبينه، بس نحن نشوفه في عيون المصريين. احنا الحلويات الاماراتيه كثيره، وطبعا هي الحلوى العمانيه اللي نحن ناكلها خصه يعني في الاعياد، في رمضان، والقيمات، العصيده، وانواع العصيده هي يعني انواع مختلفه، والخنفروش، الساقه، واشياء يعني حلويات اماراتيه حلوه وبسيطه. زرت في مصر ما شاء الله الاهرامات، رحنا طبعا نحن في الحسين، مسجد محمد علي اللي هو في القلعه نفسها. يعني تبغى اقول لكم القصه ولا لا؟ لا ما بقول لكم القصه، انتم تعالوا وشوفوها. طبعا اني الاكل المصري، وخاصه في المطاعم اللي هي الشعبيه، والطبخ البيت نسميه نحن، هم يسمونه طبخ البيت. ملوخيه، الحمام المحشي، المشاوي المشكله، الرز المعمر. الرز المعمر يا جماعه يعني هذه الاكله يعني ما شاء الله ما شاء الله جميله. شو بعد وايد اكلات صراحه في مصر جميله ولذيذه، يعني الواحد ما شاء الله الحمد لله. لما شفت الهرم يعني سبحان الله ابهرني. الهرم يعني الواحد يوم يشوفه ينبهر صراحة. أنا عندي نص دمي يعني من أهلي مصري، فالمصريين أهلي ودمنا فيهم، ونحن نقول لهم كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك والله يتقبل طاعتكم. وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي، رحت يا تعبان وحوينا الضرقة يا رمضان، وحوي يا وحوي خلي هلالك والبدر بان، شهر مبارك وبقاله زمان، خلي هلالك والبدر بان، شهر مبارك وبقاله زمان، شهر مبارك وبقاله زمان، محلى نهار بالخير مليان، وحوي يا وحوي. هنتكلم النهارده عن مجموعة السلطان المنصور قلاوون الموجودة بشارع المعز. أولا بداية شارع المعز يعد أهم شارع الآثار الإسلامية في العالم، وبه آثار من العصر الفاطمي والأيوبي، المماليك العثمانيين، عصر أسرة محمد علي وغيرها من الآثار الإسلامية البديعة التي تمثل أكبر نموذج للمتحف المفتوح على مستوى العالم كله. مجموعة سلطان قلاوون الأثرية هنتكلم قبل الدولة المملوكية كانت الدولة الأيوبية، والصالح نجم الدين أيوب هو الذي اشترى مجموعة من المماليك، كان من جملة من اشتراهم هو السلطان المنصور قلاوون عليه رحمة الله، حتى لقب الصالحي الألفي. الألفي نسبة لأنه اشتري بمبلغ كبير في هذا الزمان وهو 1000 دينار، وهذا مبلغ عظيم جدا بما في هذا التاريخ، بما يدل على ذكائه ومدى ما يتمتع به من صفات جعلته مميزا بين أقرانه من المماليك. السلطان قلاوون صاحب أسرة عظيمة حكمت مصر ما يربو على 102 سنة، كان أهم أولاده الأشرف خليل والنصر محمد، وحفيده هو السلطان حسن صاحب المسجد الكبير الموجود في ميدان قلعة صلاح الدين أيوبي، وده يعد برضو آية من آياته ويسمى هرم العمارة الإسلامية. قلاوون جاء بعد الظاهر بيبرس مباشرة، وكان وصيا على السلام مش ابنه، ونحاه وتولى السلطنة بعد ذلك، وبنى مجمع خيري عظيم جدا عبارة عن قبره اللي هو الضريح الخاص به، مدرسة ومسجد اللي احنا فيها الآن، وبيمارستان، وذلك عام 684 هجري 1285 ميلادية. المكان بيتكون من قبة ضريحية بديعة جدا دفن فيها السلطان نفسه وابنه نصر محمد وحفيده عماد الدين ابن نصر محمد. هذه القبة تحتوي على أعمدة فرعونية قديمة وزخارف وكتابات إبداعية ليس لها مثيل، يتوسطها التركيبة الخشبية التي دفنت أسفلها السلطان قلاوون وغيره. بعد هذه القبة هناك مكان مفتوح ساحة كبيرة جدا، وبعد كده على المكان الآخر هو المدرسة والمسجد اللي احنا في حضرته دلوقتي، وعبارة عن صحن أوسط مكشوف به 4 أروقة وإيوانات، أهمها رواق القبلة ويدرس في المذهب الحنفي وقبله الشافعية ثم المالكية والحنابلة.
ارتفاع السقف في هذا السوان ما يربو على 20 مترا، أي 7 طوابق، وهذا قوة البناء الإسلامي في هذا التاريخ. السلطان اعتمد على بعض الأعمدة الفرعونية التي جلبت من آثار قديمة مثل الأعمدة الرومانية والأعمدة الفرعونية والأسقف الخشبية الجميلة جدا. وكان في منتصف في المكان صحن أوسط. الصحن هذا كان به فسقية أو فوارة لتجديد الوضوء أو ترطيب الجو على الطلاب أو شرب الماء للطلبة المقيمين وزائري المكان والمصلين في هذا المكان. البيمارستان يقال أنه هو سبب بناء هذه المجموعة البيمارستان، لأن قلاوون كان أميرا وفي حلب، في تقريبا في البيمارستان النوري في حلب عولج في هذا البيمارستان وعجبه نظام الطب هناك، فنظر لله عز وجل ربنا أتاه الملك أن يبني كما رأى، فبنى أعظم ما رأى، بنى أكبر مستشفى في العالم في العصور الوسطى على الإطلاق. ويبدو أن قلاوون هذا بينه وبين الله سر عظيم يا شباب، لأن المستشفى لا زالت تعمل حتى اليوم باسم قلاوون، وهذه اليوم مشهورة جدا بعيون علاج الرمد والأسنان، ودي مستشفى حكومة يتعالج فيها مجموعة من المرضى يوميا، ويبدو أنه سر بينه وبين الله لأنه متوفي منذ ما يقرب من 800 عام، وصواب المستشفى يصل حتى اليوم. العظيم في المستشفى كمان أن فيها جزء لعلاج المرضى النفسيين، وهذا يعد أول مستشفى نفسي في العالم، لأن من قبل هذا التاريخ في أوروبا كان المريض النفسي يقتل أو يحرق، هنا كان يعالج. هذا جزء من كل، إذا تحدثنا عن مجموعة قلاوون وعن آثارها ومزخارفها وكتاباتها وغيرها مش هتكفينا حلقة ولا حلقات يا شباب، هنعوز حاجات كتيرة جدا عليها، لكن أنا بقول لكم بس دي نبذة صغيرة عشان نيجي المعز ونشوف آثارنا العظيمة جدا، منها مجموعة سلطان قلاوون الموجودة في منتصف شارع المعز أو جنب خان الخليل تماما. يا شرقي وغربي وعربي وأوروبي، هشيلك في عيني وأحطك في قلبي، ونركب كاريتا تاخدنا في جولة، واسيبك تعيش حاجات ما تلاقيش مثلها في حتة ولا في أي دولة. ويجري النهار وبعد انتظار في مدفع يقولك ميعاد الفطار، يلم الحبايب وعالم كتار، هتعشق فطارنا وتعشق سهرنا، وتمشي في قلب الشوارع مخايف، وتاكل كنافة وحبة قطايف، وفول على السحور، ونصحى نزور مساجد كنايس معابد قصور. تعالى ورمضان وعيش الطقوس، وافرح ودندن وامسك فانوس. حياتنا جميلة وبسيطة ما صعبة، يا أهلا وسهلا بكل الأحبة. ونورت مصر. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن، الشمعة بتكبر في فانوس أخضر، رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحان، رمضان فرحة شجرة وطرحة، اديني بلح بيتك عمران بيعيش رمضان. اصحى يا نايم ربك دايم، تسحر بركة وخير للصايم، الشمعة بتكبر في فانوس أخضر،